بقى عايزين ننجز حلقه النهارده علشان ايه؟ كلها نص ساعه وهتلاقي الشارع مليان دلوقتي. ايه رايكم في الاول فت المعفن ده؟ المهم خش في صلب الموضوع اليوم دي بقى. جمعت لكم تجميع اجمد من اللي قبلها. خش في الحلقه رقم 2. السلام عليكم، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ان شاء الله تكونوا بخير. عملت لكم النهارده تجميع اجمد من اللي قبلها. نخش بقى في الموضوع على طول. بما اننا جاي النهارده اقدم لكم محتوى لا للتنمر، فاهم انت ازاي؟ اللي هو ايه، بسم الله الرحمن الرحيم كده. Young nigga, rich nigga, I'm a bad bitch, get up, fuck nigga, hoe nigga, I don't fuck with broke niggas, always hit my own since I jumped up off the post, you ain't know not. انت فاهم كام نيجا اتقالت في الموضوع؟ فده يدل ان احنا عندنا مصداقيه في لا للتنمر، وما ينفعش تقول لحد نيجا. تمام. فبمناسبه نيجا بقول لك ايه، 3 زنوج دخلوا ضرب، 2 ماتوا وواحد نيجا. والله انا شايفها جامده الصراحه. انت فاهم؟ هي بقى ممكن تبان لبعض الناس انها جامده، وممكن تبان للناس اللي بعض انها ايجز، فاهم؟ فقشطه وات ايفر، هي عجباني فحبيت اقولها. نخش في اللي بعدها. ان لله وانا اليه راجعون، جد في سمه الله، فبقولوا البقاء لله وبعت له ارض شط. بقولوا التعازل الحوار. هي جامده الصراحه، انا شايفها جامده. من توقيع امبابي لنادي الهلال السعودي. ده امبابي لايت. انا مش فاهم ايه لازمكم في الحياه. والله نورهان بتقول له مبدئيا كده انا بدرب فريق كاراتيه، انت بقى بتعمل ايه في حياتك؟ بتعمل ميمز وتوصف جبهات؟ لفيت على الاكونت عشان الاقي نجاح واحد ما فيش وهو قاعد في البيت. كمان ايه الفرق بينك وبين المره اللي فبيقولوا انها بتدرب عالمي، والله عالمي. هو ده هو ده. شوف عمك اللي شوف سفاح. إيه اوت فيت وانا رايح اولع في السنتر السكرتيره اللي مفكرها والله دماغي ده توديني في داهيه. قاعه وذهب وقايمه بنص مليون، وعربيه تجيب العفش من بحري وشهر عسل. عمك سامع تندي جي والتروسيكل يجيب العفش وابوه ولا يحاسب. مش عارف، انا حاسس ان انا بس اللي بقول نكت وانا اللي بضحك عليه، وده مش هينفع. ساحر واقف في الشارع وناس ملمومه حواليه، قال لهم انا ممكن ارفع العماره دي باشاره واحده. قال له ماشي. شاور العماره اترفعت. قال له طب نزلها. قال لهم واحد يصفر وهتنزل لوحدها. راح مصفر العماره نزلت على الارض. واحد قال له طيب ارفع العربيه دي. شاور على العربيه اترفعت. واحد صفر نزلت على الارض. فالراجل عجوز كان واقف قال له يا ابني انا ايه، دراعي ما وقفش بقاله 5 سنين، تعرف توقفه؟ شاور على دراع الراجل راح واقف. الراجل العجوز لا يصفر. جامده جامده. ده واحد سكرينه بيقول له إيه الخال والد، فربنا يقومه بالسلامه. حلو. نخش في احلى واحده بقى بتاعت النهارده، البونبونايه بقى. فبقول له ايه، كريستيانو راح السعوديه وبعد عن ميسي. ميسي في السعوديه، ما تيجي. اجيبك يا ابن اه. فبقول لك ايه، لما حد يسالني انت ما بتذاكرش ليه، محسود. اه والله محسود فعلا. بمناسبه الحسد، فانا اكتر واحد زي ما انتم شايفين كده عمال اعمل يوتيوب، ولا شاغلني دراسه ولا اي حاجه، مع اني في ثالثه ثانوي وكده. فالمهم ابويا جه قاعد معايا قال لي بص، انا اقعد قعده رجاله ولا ده قعده عيال؟ المهم قاعد معايا قال لي بص، انا شاورت كذا واحد وقالوا لي ايه، ان انت إيه مش عارف ايه يعني، فاهم اللي هو ايه، عفريت او حاجه زي كده. فاللي هو ايه، احنا هنوديك للشيخ ونشوف الموضوع ده، عشان اللي انت فيه ده ما حدش بيعمله. قلت له والله يابا انا كله تمام، بس اذا كان كده ماشي. قال لي بص، قال لي ما هو ايه، رحت للشيخ. الشيخ قال لي ايه، انت حسن صح. انت مشكلتك في ايدك يا حسن. صح. بتستخدمها كتير يا حسن. صح. في الحمام يا حسن. حمام ايه يا عم انت اللي بتقوله ده؟ لا. فاهم انت؟ قشطه يعني. طلع شيخونا. فالكلام ده في الفيست كده. الكوشه بتاعتك ده يا معلم. بص قدام، بص قدامك بقول لك الله. 10 ولا 10. حقيقه والله يعني. في مره كنت انا قاعد كده، وفي واحد في النص، واحد والبيست فريند بقى قاعد كده. فالمهم انا قاعد كده، فعمال اتكلم معاه عشان بنغش. وكان في جزء اتنين مراقبين ستات يعني، مس ومس يعني. شوف بقى انت بتقول ايه عندك اللي هو ايه، مراقبه ست وواحده مراقبه ست، فاهم انت ازاي؟ جزء ابلوات، جزء استاذات، جزء مس. بص شوف انت بتحسبها في بلدك ازاي وقولها. المهم كان اتنين جزء مراقب اساتذه يعني، استاذه واستاذ قاعدين بيراقبوا علينا. فانا قاعد انا هنا وصاحبي قاعد كده، فانا عمال اغش. فالواد اللي في النص بقى عمال يعمل لي كده وانا عمال ابص.
عمال يقطع عليا وعمال يزودني، وانا ما بصدق الواحد يعرف يغش اي حاجه في اللجنه. فانا بقى رحت جاي رامي القلم، رحت جاي قايل لي يا اسطى شغل النسوان اللي انت بتعمله ده. ما قلتلكش قلت الكلمه دي من هنا، والمراقبين الاستاذين الاثنين شغل ايه نسوان مالهم النسوان. قسما بالله كانت واحده قاعده فوق هو كده وقاعدين فوق على الدكه، وواحده التانيه واقفه على صاحبه، وسابوا لا وقعد يغش هو زي ما هو. انا عارف ان ده امي ما عجبهاش اللفظ ده لما قلت لها، بس اللي هو ايه كانت لحظه تهور يعني. المهم نخش في اللي بعده. لما ابوك يجيب لك جزمه مزيفه من الصين. طب بقى معلش انا مش عارف، انا بضيف من عندي في كل ميمز، بس انا عايز اوضح حاجه. الصين دي انتوا ظالمينها معاكم، اسمع مني بس ليه. وده موضوع مش انا اللي مالفه على فكره، ولا انا اللي بقول اي كلام، وده موضوع ناس كتير قايله لي عليه يعني، وناس مش اي ناس يعني. خد بالك من الكلام، ما بنقولش اي كلام. المهم الصين دي من اكبر الدول الاقتصاديه في العالم. الصين دي بتطلع مثلا ثلاث اصدارات، في فئه اولى، فئه ثانيه، فئه ثالثه. دي غاليه، الفئه الاولى غاليه، الفئه الثانيه بتبقى ارخص شويه، دي ارخص خالص. احنا كمصريين فاحنا بنروح نجيب ادنى حاجه عشان نيجي نبيعها هنا ونكسب فيها، فاهم؟ لان هنا في مصر مش الاغلبيه هي اللي في مصر في العموم مش هيشتروا حاجه غاليه. في ايجيبت هم اللي بيشتروا تمام، انما في مصر فهم مش هيروحوا يدفعوا فلوس كتير في حاجه. فهو يعني فانت فاهم الفكره، ان هم بيروحوا يجيبوا حاجه رخيصه فبيبيعوها رخيصه. فمن كتر ما احنا بنجيب الحاجات البايظه من الصين عشان نبيعها ونكسب فيها هنا في مصر، فسمعه الصين اتضربت هنا في مصر للاسف. نخش في الفيديو قابل يعني. ما في زول حيعرف. ابوي هيعرف والله، قلت لك ما في زول حيعرف، والله حيعرف. هيعرفوا كيف؟ لا المنظر جامد يا صراحه يعني، واضحه قوي. بليونير هير. احلو له ايه ده الموز. انا مش شايف حاجه، انت بتعمل ايه يا اسطى؟ يعني على فكره ده راجل مشهور جدا على اليوتيوب وخريبه قوي وبتاع بيتكوين وحاجات زي كده. بس الفكره انت يعني بتحلق ايه مش فاهم يعني. المهم واي اي تيك نيجا اوفر فيديوز. ليه انا بقول كلمه نيجا كتير في الفيديوهات؟ هقول لك ليه. انا والله بص يعني انا لو وريتك التليفون هتلاقيني مسمي صاحبي ايه ماي نيجا 1 ماي نيجا 2 ماي نيجا 3. هما مش كتير على فكره، ده احنا تيم كده فاهم اللي هو ايه ما بيطلعش براهم يعني. ومش اي حد على فكره اقول له نيجا. وانا الحمد لله العبد لله الوحيد اللي اقدر اقنعك ان كلمه المعنى العربي لكلمه نيجا دي مش كلمه شتيمه ليك على فكره. هتقول لي ازاي يا عم؟ هقول بص هي لها تفاصيل كتير، بس تفاصيل ما ينفعش تتقال في قانون تمام. فانت لو عايز ابقى تعالى لي الانستجرام تلاقي اللينك في الديسكربشن هبقى اوضح لك الفكره. انما بص يا ابني النيجا اللي هو انت عارف انت لعبه جاتا فيه لعبه جاتا في العموم يعني. لعبه جاتا دي كانت حقيقيه في امريكا اصلا في الثمانينات، كانت الحقيقه جانجز والحاجات دي فاهم. فالفكره متاخده من يعني مثلا الفيديو ده هوريك سبيل مثال يعني. فهمت ازاي الجانج اللي هو ايه انا اقتل ابويا وامي فاهم، وما اقتلش واحد صاحبي. انت فاهم الفكره ده عندهم هم يعني، ده اللي هم ايام الجانج يعني فاهم اللي هو انت فاهم لدرجه ازاي. وده تشبيه بس فهمت ازاي انا معاك لحد ما انت بتقول خلاص، وبعد ما تقول خلاص انا معاك يعني فاهم. المهم في بص ابويا قاعد مستغرب انا بقعد وقت، ابويا مستغرب انا بقعد وقت طويل في الحمام ليه؟ انا في قدام المرايه طبيعي يكسب. انا والله مش انا خسيت فشخ. شفتنيش انت ايام الجيم والبروتينات والله ما بكذب ولا الصوره دي فيك والله. كنت بروح جيم، كنت بص كنت بفطر عادي، بفطر اكل جامد كمان، ويعني بفطر بتقل في الفطار، وكنت بتقل في الغد. كنت بقى اللي هو بحافظ على بروتين ومش عارف وكربوهيدرات وحاجات، واجي قبل الجيم اكل علشان اقدر اروح اشيل موازين قدام الناس اللي هناك، واروح الجيم اعرف ادي. وبعد ما اطلع من الجيم ارجع بقى اكل علبه تونه واكل، ده غير بقى فاكهه واكل مش عارف ايه، ده غير كده بقى لما اجي اتعشى معاهم يعني انت فاهم. انا كنت خارب الميزانيه ساعتها، قعدت سنه ونص على هذا الحال فاهم. كنت خاربها وكان عندي علب بروتين حاليا انا اعملها حصالات يعني. انا مش عارف بقى والله. فلما جيت بقى تقول لي ايه اللي دهور جسمك كده، اقول لما جيت عرفت ان انا هنقل بقى وهسيب صحابي وهسيب البلد ومش عارف ايه، دخلت في مود بقى اللي هو الاكتئاب. ف
انا الحمد لله خلاص بقيت عكسه دلوقتي وكله تمام. فدخلت في مود الاكتئاب ده بقى، اللي هو ايه، ما عدتش بروح الجيم، عدت من الجيم، فبالتالي ما عدتش باكل قبله ولا بعده، فبقيت باكل 3 طاقات في اليوم. بعد كده بقيت بخفف في الاكل، بقيت باكل طبيعي، بقيت باكل رغيف، بقيت باكل اللي هو طبق رز صغير، فاهم؟ او الاكل خف لدرجه ان انا حاليا اللي هو إيه يعني انا اقول لك حاجه، انا دلوقتي الساعه 2 الظهر اصلا، وانا بص اللي هو ايه، كيس شيبسي ومش عارف ايه بقى كلام فاضي خالص، اللي هو ايه، بص لانشون وشيبسي ومش عارف ايه. فانت فاهم اللي هو ما عادش فيه نظام صحي خالص، وبقى اللي هو ايه، فطار وعلى العشاء بقى اخر بالليل، مع الغدا اصلا ببقى في دروس ومش فارقه معايا. ودي كان مش عارف انا بحكي لك قصه حياتي ليه، بس انا حبيت اشارك في الموضوع يعني. نخش في اللي بعده. طب نخش بقى في اخر ايه، 2 ميمز. ها ايه لول. هو ابو جهل كان عصبي، ده كان بيتخانق مع لا اله الا الله كلها. ده جامد. استنى اخر نقول بقى ايه، اخر واحده هي فين بقى؟ كان في واحده هنا جامده قوي 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 قوي، ما بعتتش مش مشكله. صحيح اخر نخش بقى في اخر واحده. شايفين ده ده الصوره اصلا بتاعت اللي هم الرجاله بتاعت الكوبري قشطه، فبيقول معاه فلوس علشان يقعد معاه ويروح مكان غالي او كافيه او مطعم علشان يقعد معاه. المهم عندها انها تشوفه مش اكتر حتى لو قاعدين فوق كوبري. حرفيا البنت اللي زي دي بتبقى راضيه بقت عمرها، بقت عمله نادره. فراح جاي تقريبا ام الشخص ده، فراح جاي ايه، بتقول له ايه العمله النادره. تمام. وكده اكون خلصت فيديو النهارده. اختم لكم بميمز رايقه ولا كفايه كده؟ كفايه كده، خليها في الجزء التالي. انا عندي حاجه عايز اقولها بس عشان ايه، انا مش هقول غير حسب الله ونعم الوكيل. في ناس عامله مش عارف، بيقول لك سعر الموتوسيكل 4000 جنيه في بورسعيد، بيقول لك توصيل اي محافظه ب 1000 جنيه، وحاطط الرقم بتاعي. يعني حاطين موتوسيكلات، بيقول لك مش موتوسيكلات شمال، تمام؟ اولا دي موتوسيكلات، انا مالي؟ انا الواتس عندي بفتح الواتس، انا حذفت الواتس على فكره، انا بفتح الواتس لقيت 500 واحد باعت لي بيقول انا عايز الموتوسيكل الاحمر، انا عايز الموتوسيكل الازرق، انا اصلا ما عنديش موتوسيكل، وحاطين رقم ليه؟ انا مالي؟ ده شغلانه طه يا جدع. المهم عشان ما اطولش عليك في فيديو النهارده، انا كده ايه، انا بحاول والله يا اسطى، انا بعمل ميمز مش عشانك اولا ولا عشان فلوس ولا اي حاجه، انا مش انت عارف الحوار بقوله كل فيديو ده. المهم انا بفك عن نفسي وبفك عليكم، تعمل لايك، انا مبسوط. في ناس عندي بتخش بقى تعلق لي على الحلقات وتقول لي مستنيينك اخواتي، فاهم؟ فانا فرحان يعني شويه، الحمد لله انا لحد الان انا مرضي، الحمد لله. بقى عندي كده ايه، تصالح ذاتي يعني، فاهم؟ في واحد بيقول لي امبارح ايه، انت اصلا شكلك تمريض، قلت له فعلا انا شبه السرنجه يعني، فاهم؟ اللي هو كميه التصالح الذاتي مع حالي رهيبه، الحمد لله يعني. بص انت لما ترضى عن الواقع اللي انت فيه بجد هتحس ان الدنيا بمبي، ومن حمد الله زاده. وايه، خلصانه كده، ونكمل في الجزء الثالث ان شاء الله. ادعوا لي ربنا وفاني في ثالث ثانوي. ما تنساش بقى تعمل لايك سبسكرايب. اشوفك السلام.